كان في الصورة أطلق صافرة البداية لهذه المباراة بين الجانبين بلا ضغوطة يلعب الجانبين، ولكن كل منهما يسعى للانتصار، خصوصا المريخ الذي كما ذكرنا وكأنه يحاول بقدر الإمكان لما كان عليه في المباراة الماضية. محاولة للتقدم وتمريرة تلعب مباشرة في الأمام، مرت إلى رمية تماس من جانب الحاضر أمامنا رمضان عجب. دائما لاعب المريخ تحت ضغط كبير لجماهيره التي أصبحت تطالب بالأداء. مباراة اليوم منهم للإصابات ومنهم فضل المدرب حمدي مولود لراحتهم للدور نصف النهائي. لدينا خطأ لصالح المريخ. المريخ ضاق بقوته كما ذكرنا إلى خط النهاية في دور المجموعات، يسعى للدانين على أنه الأفضل خلال هذه المجموعة. لدينا خطأ يأتي لصالح المريخ وكرة تقدم يأتي أمامنا والتسديدة مباشرة من اتجاه المرمى، ولا تقل قيمة عن الأسماء الأساسية تحديدا لأنه كثير منهم في منافسات الدوري الجزائي نرى هناك تناوب في التشكيلة. تمريرة ملعوبة وانطلاقة، هذا المكان لبكري يقدم للأمام البينية وين يأتي والله عليه والله عليه ديديه، كرة ما أجملها ما أحلاها، تزين ملعب المريخ بهدف أول ويهيج المدرجات بهدف أول، بل ينفذ فرحة المدرجات بهدف أول يأتي أمامنا عن طريق ديديه. هذه هي النية وهذه هي الرغبة، وقلنا المريخ في هذه البطولة ناوي عليها وماشي يبشر بالعديل والزين لمنصة البطولة بل للعروسة الأفريقية. تمريرة أمامية وانطلاقة من جانب فخر المدينة وقال البينية يلعبها لديديه، وما أجمل ديديه يضعها في المرمى معلنة عن أولى الأهداف وأولى الأفراح وردا على المباراة الماضية. يا اتحاد الجزائر هدف أول يأتي لصالح الزعيم، هدف يهيج مدرجات الصفوة وما أجمل منظرها في كل هدف يأتي. بعض الخلل في توازن الدفاع، الخطوط ولا المسافات كانت بعيده ما بين الدفاع ووسط الميدان، المهاجمين كانوا بعاد، يعني ما فيش مساعده ومسانده للهجوم. ولكن بعد لان الخطا اللي صار خاصه في الهدف الثاني شفناه في مرتين ولا 3 مرات في الشوط الاول، شفناه خاصه على الجهه اليمنى لانه فرحات نعرفوه باللي هو مهاجم ايمن، يعني اكثر هجومي وحتى وسط هجومي. لعب في هذا المكان واندريا امامه في لقطه الهدف، في فرصه الهدف شفنا فرحات خرج على المهاجم، خرج فوق، ولكن اندريا ما خداش مكان، يعني فيه خلى الفراغات والمساحات له. ولكن بعد مرور تقريبا 25 دقيقه شفنا فيه توازن، يعني حتى فرحات تاقلم مع الدفاع ومع توازن الخطوط، شفنا فرص كثيره، شفنا هجمات معاكسه. نقدر نقول ان حتى في الشوط الثاني اتحاد العاصمه راح يكون احسن. ولذلك سامحني تفضل كابتن سامي. ولذلك في نفس الفكره فريق اتحاد العاصمه صحيح فرحات يعني نزعته الهجوميه اقوى من نزعته الدفاعيه، ويلعب في امام المريخ فريق قوي. اعطاه تعليمات لاندريا للتغطيه في وسط الملعب، خسر 2، خسر انه الهدف لو لاحظوا الهدف كان مساهم فيه فرحات صحيح، ولكن اندريا نفس الشيء متاخر. 2 على المستوى الهجومي لم نلاحظ بتاتا اللاعب اندريا اللي نعرفوه عنده امكانيات هجوميه، يعني خسر مركزين 2 في مركز واحد. 2 اذا كانت تحب تغطي على فرحات من الناحيه الدفاعيه كلف المهمه بلاعب وسط، لاعب ارتكاز يقوم بالتغطيه، وليس باندريا اللي عنده اسلحه هجوميه قويه. ولذلك لم نلاحظ قوه هجوميه لاتحاد العاصمه. صحيح انه شفنا تحسن في المردود وشفنا توازن بعد 25 دقيقه، هذا كله واقع، ولكن هناك اخطاء على مستوى تمركز اللاعبين. نفس الشيء انت عندك نقاط قوه، تكلمنا على اندريا نقطه قوه يمكن تساعد على المستوى الهجومي، بالخامسه نفس الشيء هو نقطه قوه هجوميه على اليسار. لم نلاحظ، لاحظنا تعليمات دفاعيه مبالغ فيها بالنسبه لاتحاد العاصمه، ربما تخوفا في الشوط الاول او ربما اشياء اخرى، ولكن على مستوى تمركز اللاعبين فوق الملعب كانت هناك ربما تقييد لتمرير في العمق خاصه. ولو تلاحظ الهدف هناك تمريره في العمق، استغلال خطا دفاعي، قله تمركز وانضباط على مستوى التكتيكي وكان من الهدف. ثم شفنا تسديدات من البعيد، اذا قادر الاتحاد على التغيير ربما في المراكز تحصيل مردوده. اذا هذه محاولات فريق اتحاد العاصمه عبر دقائق الشوط الاول من عمر هذه المباراه. الفريق لعب باوراقه، ربما
حاول أن يترجم أسلوب الأداء، ولكن هنا نتساءل لماذا أخفق اتحاد العاصمة في التسجيل؟ هذا هو السؤال المطروح. اخفق نظن انه ما استغلش بعض الفرص، لان كانت فيه فرص قبل ما يسجل المريخ السوداني، لكن الفعاليه نقص فعاليه، خاصه عوديه كانت له فرصه يعني متاحه له على اساس انه يسجل هدف. لكن اكثر شيء ما ننسى ان يعني النقص لا سيما في مثل ما كان يمكن التمركز، لكن اكثر شيء هو الفعل. ما ننسى ان عوديه ان هذه المباراه الثانيه، وعندما نقول مباراه ثانيه يعني نقص المنافسه، ما عنده منافسه كثيره جدا، ولهذا السبب يعني فيه نقص على مستوى الهجوم. واكثر شيء هذا نتكلم على الناجي في بعض الاحيان ما كان يشارك. حتى بن موسى هو في الحقيقه هو كظهير ايسر، ما هو وسط يسار مهاجم، ولهذا يعني البدائل الهجوميه غير موجوده. ربما نترقب دقائق الشوط الثاني. السؤال المطروح: هل نجح غارزيتو في ترجمة هذا الحضور، وهل أنجز نصف المهمة في انتظار دقائق الشوط الثاني كابتن حمدان؟ في اعتقادي طالما الفريق أحرز هدف بالتأكيد نجح فيه، ما تبغى نهاية الكلام، لكن المهم أن يعالج غارزيتو ما شاهدناه من خلال الشوط الأول، الفراغات. قال ما في حاجة، تعود مباشرة لظفر يلعب الكرة وتمريرة، استخلص الكرة الماضية، تلعب مباشرة أمير كمال، يلعب الكرة أمير كمال، أيمن سعيد، وفي هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام يطلق حكم المباراة. هذه تشكيلة اتحاد الجزائر، المريخ على يسار الشاشة، وبتشكيلة مكونة كل من جمال سالم في حراسة المرمى، وخط الدفاع من اليسار لليمين مصعب عمر. هنا العرضية، محاولة ومرت إلى خارج أرضية الملعب، وعلامة استفهام على دفاع المريخ تحديدا، متوسط الدفاع أمير كمال وأحمد ظفر حتى الآن علامة استفهام. مصعب عمر، أحمد ظفر وأمير كمال، رمضان عجب في اليمين، منتصف الملعب قاسم أيمن سعيد أمامهم، نادي عبد العاطي كوفي. يأتي أمامنا الاتحاد الجزائر، خطأ يأتي الاتحاد الجزائر، لعبة معقودة عليها الأمان في إيجاد ضرب الهدف الأول لاتحاد الجزائر، الباحث عن هدف أول، التقدم في الأمام والتسديدة، ولكن جمال في المرمى والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كمال تمريرة من جانب أمير، راجي عبد العاطي، استخلص أيمن سعيد، تقدم عن طريق أيمن، يا سلام على التمريرة وديديه، ومرة ثانية الله عليه، ومرة ثانية الله عليه، والتصدي هذه المرة والتألق من إسماعيل منصوري. أيمن يعيد الكرة مجددا، وقال له الأولى مشت، هات واحدة ثانية وجرب حظك يا ديديه، ولكن أبت الكرة الماضية لديديه بتألق من الحارس إسماعيل منصوري. هنا المرور والكرة داخل منطقة الجزاء، وراية التسلل، التقدم ديديه، تسديدة واحتلت العارض الكرة الماضية، كانت عن طريق كوفي، وحاول من جانب كوفي، ومرت الكرة من كوفي إلى خارج أرضية الملعب، مرت بكوفي وتألق مجددا لإسماعيل منصوري، تألق مجددا لإسماعيل منصوري. ركلة ركنية وزالت السيطرة المريخية، كرة ملعوبة بشكل قصير، ديديه يبحث عن المرور، ديديه مر وفات وعدى، وين العرضية؟ ديديه يصارع يحاول، وإلى ركلة ركنية. ناوي المريخ على الهدف الثاني، عازم على الهدف الثاني نادي المريخ منذ انطلاق الشوط الثاني، ونحن نصل للدقيقة 59 من عمر المباراة. الركلة الركنية أمامنا، ركلة ركنية، وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، أيضا عادت لركلة ركنية، كرة ما عايزة تغادر منطقة فريق اتحاد، ما عايزة تغادر إلا تعارض الشباك. الركلة الركنية، وكرة داخل منطقة الجزاء ملعوبة عالية رأسية، مرت وعدت، برضو ركلة ركنية لصالح نادي المريخ. زي ما ذكرنا لعبة والكرة ناوية على معارضة الشباك ولاعبين المريخ تحديدا في
مباراة اليوم. الركلة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء وتسديدة مرت يعدت الى خارج ارضيه الملعب. محاولة تشوف ايمن سعيد يتواصل حتى الان في تمهيد دروب الهدف الثاني، ولكن يقف امام كل الدروب اسماعيل منصوري. يعود للعقل، وهي رسالة حتى نوجهها للأخوة الإعلاميين وكل من يكتب من أجل المريخ ومن أجل الهلال، أن اليد التي تكتب واليد التي تصون خيرا من اليد التي تريد، واليد التي تكتب بألفاظ الصدق خيرا من التي تكتب بألفاظ القصاص. لدينا بالسلامة لرية الملعب. اللعبة الماضية صفر الحكم إعادة الكرة إلى مكانها. كما ذكرنا إن وصل الهلال والمريخ بإذن الله اللعبوا في نصف النهائي. وكرة ملعوبة من جانب علي جعفر، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة الاستلام ما زالت مع ديديه، والكرة إلى ركلة مرمى لصالح فريق الاتحاد. ركلة مرمى. تجدد المباريات القادمة حتى المتبقية في الدوري، فرصة للأسماء التي بقت على دكة البدلاء، عبد جابر، علي جعفر أو بقية الأسماء الموجودة في دكة البدلاء، محمد لا، كل هذه فرصة لها لأن تلعب في المباريات القادمة. والأمر ليس تهاونا، رغم أن بطولة الدوري أصبحت شيئا فشيء، ليس تهاونا ولكن إعدادها حتى لمستقبل نصف النهائي، وبإذن الله إن وصل للنهائي المريخ إعدادها من خلال مشاركتها أمر سينعكس على المريخ. في هذه اللحظة يأتي صافر في الختام ويأتي